بكم. أهلا مرحبا بكم في بودكاست جديد على قناتي وقناتكم فيروز بودكاست. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وأحوالكم جيدة إن شاء الله. اليوم بودكاست جديد وموضوع جديد، موضوع غيكون مهم بزاف كباقي المواضيع. نبغي بعدا نرحب بكل فيروزة يلاه ندم هاد القناة. مرحبا بك وألف مرحبا. وليتي فيروزة من فيروزاتي الفنات الغزالات، الراقيات والواعيات والمكتملات الأنوثة. فالموضوع ديال اليوم كباقي المواضيع موضوع مهم بزاف، كيتعلق بالأنوثة، كيتعلق بالكينونة ديالك، وكيتعلق بالفطرة اللي خلقك عليها الله سبحانه وتعالى. فاليوم غادي نهضروا على الأسرار اللي غتخليك في واحد الليفل عالي ديال السعادة ولا الهابينس. فشنو هي السعادة؟ نبغي نقول لك أولا أن السعادة وأنك تكوني فرحانة في حياتك هو واحد القرار كيرجع لك انت بالدرجة الأولى. حنا ملي كنفيقوا الصباح يعني دماغنا خاوي باقي ما فكرنا في حتى حاجه. الصباح كتفكري واش انا غادي نمشي في الطريق ولا انا غنمشي في هاد الطريق. خصكم تعرفوا ان دوك اللحظات الاولين ديال الصباح ملي كنحلوا عينينا ويلاه كنكتشفوا حنا فين وشكون حنا وفين حنا، هذوك هما اللي كيفصلوا في النهار ديالنا كيفاش غيدوز. السعاده قرار بالدرجه الاولى، ولكن غادي نعطيك اليوم دي زاستوس ولا حيل ولا نصائح اللي غادي نهضر معاك فيهم، يعني بتلقائيه وباريحيه كيف ما موالفيني في البودكاست كاملين، كيفاش غادي تعيشي السعاده ديالك. اول حاجه اننا غادي نتفقوا عليها، وهي انك تهتمي براسك قبل ما تهتمي بشي واحد اخر. واللي خصك تعرفي وترجعيها قانون في حياتك، انه ما كاينش اللي كيستاهل الخير في الدنيا كامله قدك انتي. هذاك الخير اللي غتمشي ديريه في الناس نديرو فيا انا. يعني دائما كوني على يقين ويكون عندك واحد الاستحقاق. بالنسبه للبنات اللي ما عارفين شنو هو الاستحقاق، رجعوا البودكاست القديم، انا غنحط لكم ليان في لي كومونتير غادي يبان لكم حتى الفوق. على الاستحقاق يعني هضرت عليه بالتفصيل الممل. فدائما كيف ما قلت لكم، اي حاجه كتكون زوينه واي حاجه مزيانه كوني اكيده انك انت اولى بها. دائما الخير انت اولى به بالدرجه الاولى، لانك ملي غتعطي للناس الاهتمام وغتعطيهم هذاك الشيء اللي خصك انت اللي محتاجه انت كدير تعطيه الناس، كوني اكيده انك انت اللي فاشله وانت اللوزر في القضيه كامله، وما غتربحيش وما غتوصلي فين، وهادشي اللي ما بغيناش. فلهذا نهتم براسي ونهتم بالشؤون ديالي، وما نقلبش على حياه الناس الاخرين، ما نهبش في حياتهم، ما نقلبش على شنو كيديروا وشنو كيفعلوا، ولا فلانه بين من زوجات ولا بين من تخطبات ولا فاش خدمات، ولا منين جات الفلوس باش تشري هذاك الرونج، منين جات هذيك الفلوس باش تشري ديك الطوموبيل، بدلت لها الدار، بدلت ليها لا ماشين، بدلت ليها هذه. هاد الحيثيات هادو حاولي انك تنفيهم من دماغك، ما تخليهمش يشدوا واحد الحيز من دماغك، لانه ماشي سوقك بالدرجه الاولى ياك. وكتزيدي كتخسري حتى الانرجي ديالك انت الانرجي ديالك والاهتمام راه انت اولى به. فلهذا ما نخليش يعني دماغي يمشي لشي حوايج اللي هما بعاد، باش حتى انا يعني نبقى غادا في المسار الصحيح. فلهذا اول قانون واول حاجه اللي بغيت تعرفيها واللي نبغيك يعني تطبقيها، هو انك تهتمي براسك قبل ما تهتمي بتا واحد. لانه الصعيب انه تعطي هذاك الاهتمام وما تلقايش واحد لو غوتور، راه انت اللي كتدمري نفسيا. وكنقولوا حنا بالدارجه ديالنا راه اللحن يسمح، وفعلا ويانا حوايج انا شفتهم قدام عيني. اللحن كيسمح، نكونوا صريح العباره، خصنا نعطينا داك الاهتمام، ولا يعني اللي درنا شي بليزير في شي واحد ما كيستاهلش، يعني ما اكثرهم. اغلبيه الناس للاسف ما كيستاهلوش. فالا بغيتي واحد الاهتمام عرفي معامل على الاقل. ما غاديش نقول لك يعني تكوني ساده على راسك وما تعطيش وما ديريش، لا، عرفي معامل باش تنتي ما تسمحنيش، وتنتي يعني النفسيه ديالك ما تدمرش، باش تبقاي فرحانه وتبقاي سعيده بالدرجه الاولى. ثاني حاجه وهي وياك تخلي الفراغ في حياتك. راه الفراغ راه هو السبب الرئيسي والوحيد في اننا دائما كنعيشوا في واحد الاكتئاب، ودائما كنحسوا براسنا يعني بحال في واحد التيار كيجرفنا وكيدينا بعيد، ما عمرنا غنحسوا براسنا فرحانين. ما عمرك تخلي الفراغ في حياتك. دائما زيدي في حياتك شي حاجه اللي غتعطيك قيمه، ودائما نخلي حياتي دائما عندها واحد البيربس، واحد الهدف، من غير انني كنخدم ومن غير انني يعني كنقرا، من غير دائما نضيف واحد الحاجه في حياتي اللي تاهي نتعلم لغه جديده. ما عندكش البيرمي سيري ديري البيرمي ديالك، عمري الوقت ديالك
تعلمي لغه جديده، زيدي شي دبلوم اخر في القرايه ديالك، تعلمي شي سكيلز، هذوك السوفت سكيلز اللي ولاو دابا. دائما وقتك يكون عامر، ما تخليش الفراغ، لانه ملي كيكون الفراغ في حياتك كوني اكيده انك ما عمرك غتحسي براسك اليز، ديما شي حاجه ما عندكش، ديما شي حاجه ما مرتاحاش، ما حسيتيش براسك مرتاحه. فلهذا الحياة ديالنا نحاولوا ما نخليوش فيها فراغ. كيجيو دي مومون اننا كنحتاجوا اننا نرتاحوا، ما باغي نديروا حتى شي حاجه، من حقك نهار ولا يومين انا معاك، ولكن شويه غتجمعي لي النوضه وغادي تنوضي. فلهذا الحياه ديالنا ما نخليوهاش خاويه، ما نخليش الفراغ، خصوصا دابا في وقيته حنا ديال الصيف. نعمر وقتي، نتعلم لغه اخرى، نتفرج مثلا بقى كيعجبوني مثلا لي سيري والموفيز وهذا، نتفرج لا ولكن بشي لغه اخرى لانني نقدر نكابت هذيك اللغه عن طريق المسلسلات والافلام. فلهذا عمري الوقت ديالك، ونعمر شي حاجه الوقت ديالي بشي حاجه اللي غتزيدني واحد القيمه وغتعطي لحياتي واحد المعنى، ماشي غير كنتسمى انني غير كنعمر وقتي وصافي. حقاش سمعت في بودكاست ديال فيروز قالت لي عمري وقتك وصافي بشي حاجه اللي كيف ما كانت، لا، تكون عندك واحد القناعه عميقه بهذاك الشيء. باغا نتعلم مثلا اللغه الاسبانيه مثلا، نمشي نتفرج على في لي سيري وفي الموفيات ديال اسبانيا، الله في نتفليكس راه عامرين باش نكابط اللغه، ولكن بدرجه الاولى لانك كتبغي اللغه، كتحبيها، كتعجبك. يعني نمشيو بهاد العقليه هذه. حاجه واحده اخرى اللي انا الصراحه شخصيا اللي كتعجبني وبغيت نعمر بها وقتي هذا الصيف هذا، وهي الطرز. كيعجبني الطرز، ما عرفتش البنات واش نتوما في حالي ولا لا، كتبوا لي في لي كومونتير شنو باغيين ديروا في هذا الصيف هذا، باش باغيين تعمروا وقتكم. انا الطرز كيعجبني ويعني كيفرحني، يعني كيعطيني واحد السعاده. يعني راه كما قلت لكم دائما ملي كنعمروا وقتنا خصوصا بشي حاجه اللي حنا كنبغيوها، راه كتعطينا واحد السعاده داخليه وعميقه جدا. كيعجبني الطرز. واحده اخرى تقدر تقول لي مثلا كيعجبها الرقص، كيعجبها شي، كل وحده وشنو كيعجبها. المهم اننا نعمروا وقتنا، ما نخليوش الفراغ، لانه ملي كيكون الفراغ راه كونوا اكيدين اننا ما كنبقاوش نحسوا براسنا اليز، كنوليو نحسوا براسنا غير غاديين، غير تالفين، وبالتالي ما عمرنا غادي نكونوا فرحانين. هي اللي غادي نهضروا عليها، وهي انك دائما تمارسي الامتنان ولا الشكر. خصنا نعرفوا انه في حياتنا راه بالرغم من اننا ما كنكونوش فرحانين، راه دي سنه الحياه، ما كنكونوش فرحانين عفوا دائما، وديما المود ديالنا زوين، وديما فرحانين، ديما اليز، ديما كنضحكوا. يعني الساعات وليله كل واحد والظروف ديالو، كل واحد والمود ديالو كل نهار. ولكن اللي نبغيك يعني ما تحيديهاش من بالك، وهي دائما انه يكون عندك واحد الشكر وامتنان لله سبحانه وتعالى. خاصكم تعرفوا ان هادشي اللي حنا عايشين فيه دابا، واللي عندك انت واللي عندي انا واللي عند واحده اخرى، راه بزاف ديال البنات في العالم محرومين منه. شي غير هذاك الغطاء، واننا كنمشيو للدار، يعني كتلقاي ماماك في وجهك، كتلقاي باباك، عندك بيتك، عندك الويفي، عندك الانترنت، كتخرج وقت ما بغيتي، كتنعسي وقت ما بغيتي، كتخرجي وقت ما بغيتي. يعني هذه في حد ذاتها يعني انك كتخرجي وكديري اللي بغيتي. بزاف ديال الناس محرومين من هذه القضيه هذه. فلهذا تكون عندنا ثقافه ديال الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى، لانه فين ما كتزيدي كتركزي على الايجابيات اللي عندك في الحياه ديالك، راه كيتزيد كيطلع حتى هرمون ساعتها كيزيد كيطلع. لانه ملي كتجيك واحد المومون انك كتقولي ويلي انا هادشي عندي شي حاجه عاديه، يعني من نهار زاديت وانا عندي كنتمتع بهذا الحق هذا. واحده اخرى في بلاصه اخرى في بلاد اخرى، ويعني بظروف اخرين راه ما عندهمش. فلهذا دائما 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 نبغي الحياه ديالي كيف ما هي، نحاول ندير عليها تعديلات. انا معاك 100 في المليون، حتى لاخر نهار في حياتك نحاول انني نعدل من راسي ونعدل من الحياه ديالي، ونراعي الجانب الديني في حياتي لانه مهم ومهم بزاف، ودائما كنشدد عليه في البودكاست كاملين. ولكن دائما يكون عندي واحد الجراتيتيود، يعني انني ممتنه لهذاك الشيء اللي عندي، وكوني اكيده ان الله سبحانه وتعالى كل ما زدتي شكرتي على النعم اللي عندك، كل ما زاد غادي يعطيك اكثر. كاين قانون ديال السل تعطى، يعني اننا ولكن باش غنفعلوا هذا القانون هذا هو اننا نشكروا الله على اللي عندنا بعدا واللي موجود عندنا، ونكونوا اكيدين ان الله سبحانه وتعالى غيسر لينا في اللي جاي. فطاقه الامتنان راه زوينه بزاف وعجيبه جدا، وقادره ان تبدل الاقدار يعني لهاد الدرجه هذه. فنتقبل الحياه ديالي، نتقبل الايجابيات ديالها، ونتقبل حتى السلبيات ديالها، ولا قدرت نحاول نصلحهم غادي يكون احسن واحسن بزاف. كان النقطه المواليه اللي غادي نهضر عليها، وهي انك تقبلي راسك كيف ما انت، تقبلي راسك بشعرك
تقبلي راسك بالبوا ديالك، تقبلي راسك بخدمتك، تقبلي راسك بطوموبيلتك اللي عندك، تقبلي راسك بدارك، تقبلي راسك بالزوج ديالك عفوا، تقبلي راسك بوليداتك. تكون عندنا ثقافة التقبل، نتقبل راسي كيف ما انا ولكن لا لقيت شي حوايج اللي غنقدر نبدلهم واللي غنبدلهم نبدلهم. مثلا تصرفات، طريقه ديال الهضره، طريقه ديال التربيه، الخدمه ديالي ما عجبانيش مثلا ونبقى نبوستولي شي بوست احسن. انا ما كنقولش يعني انك غادي تقبلي بوان فينال، لا، نتقبل راسي كيف ما انا، نتقبل راسي باش ما نأذيش راسي نفسيا، نتقبل ونقتنع انه حتى واحد ما كامل والكمال لله سبحانه وتعالى. ما كاينش الكمال، نكونوا صريحين، كمال لله سبحانه وتعالى. ما عمرنا غادي نكونوا كاملين مكمولين، مستحيل واستحاله. وما عمر شي وحده فينا في هاد الدنيا راه عندها كلشي. اللي عندها كلشي وكتبان لك يعني بيرفكت ومزيانه وفي الريدو سوسيو واكله شاربه ناشطه لاعبه مسافره تسافرات ما عرفت فين، كوني اكيده انها عندها شي حاجه اللي عندك انت وما عندهاش هي. كوني اكيده وديروا هاد القضيه اللي قلت لكم حلقه في وديناتكم. الله ما كيعطيش، ما غاديش يعطينا كل شيء دائما. حنا راه في الحياه، حنا راه في تجربه، راه في خضم تجربه وفي خضم اختبار. ما غاديش الله سبحانه وتعالى غادي يعطينا شي حاجه وحنا خصنا نخدموا على حوايج اخرين. فلهذا ما عمرك يعني نقصي من راسك كيف ما كنتي، خدمي على راسك، تقبلي راسك وحبي راسك بالدرجه الاولى. النقطة الموالية اللي غنهضر عليها وهي أنك واحد الحاجة زوينة الصراحة اللي كتعلي هرمون السعادة، هو أنه كنعطيو كنصدقو. غتعطي، ما غنقولش لك أنك تعطي فلوس، تقدري تعطي حوايج مثلا. عارفين دابا في البيريود ديال الصيف راه كاملين يعني قلبنا حوايجنا كاملين، عرفتي اللي كتلبسي عرفتي اللي ما كتلبسيش، تصدقي بهم، عطيهم، صبنيهم وحدديهم وطويهم ورشي عليهم شي بارفان وعطيهم لشي بنيته مثلا محتاجاهم. يعني حتى ثقافة العطاء راه زوينة وكتفرح، يعني كتفرح ماشي غير دينيا، راه كتفرح حتى نفسيا. نعطي ونتفائل ونستبشر خير ونآمن أن الله سبحانه وتعالى غيعطيني أضعاف مضاعفة من هذاك الشيء اللي عطيت. هادو شي حوايج زوينين، يعني تصدقي بالفلوس بالحوايج. أنا كنقول للبنات يعني يمكن اللي غتحتاج بنيته أخرى مثلا هما الحوايج، شي حوايج اللي كنستافدوا منهم يوميا وكنخدموا بهم يوميا. فعندك شي حاجه ما كتلبسيهاش نعطيها، ونعطي من الحاجه الزوينه، ما نعطيش من الخيب، وما نعطيش حوايج مكرفصين وموسخين وريحتهم ما زويناش، لا، نصبنهم ونقادهم ونعطيهم وقيتهم ونديهم لهذيك السيده معززين مكرمين باش حتى هي تقبلهم بصدر رحب. ماشي غنعطيها غير الشياطه ولا اللي ما باغاش، لا، ما تكونش عندنا هذه القضيه هذه. نعطيو الثقافه ديال العطاء، نعطيو كيف ما قلت لكم حنا بنات. يعني الحاجه الوحيده انا اللي كنقول نقدر غنعطيها واني غادي كنشوف ان واحده اخرى غتستافد منها هما الحوايج الملابس كيف ما كانوا. شريطة انني ما نعطيش تخربيق وما نعطيش اللي مقطع وما نعطيش اللي حالته واللي كنشوف ان حتى ديك الانسانه ما غتستافدش منه، لا 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 لا. نعطيو من اللي عندنا، نعطي لانني شي حاجه ما محتاجاهاش وشفتها ما هياش نحيدها بلا ما نعطيها لهذيك السيده. والحوايج اللي عندي مقادين نصبنهم ونرش عليهم شي بارفان ونعطيهم لهذيك السيده معززين مكرمين باش حتى هي ما تحسش انه زعما راه تصدقتي عليها وعطيتيها، حين ان انت في قرارات نفسك كتقولي لا انا راه عطيت لهذيك السيده باش هي تستافد منهم. ولكن الناس يعني الا ما رايناش هاد الامور هذه يقدروا يفهموها غلط. فثقافة الصدقة زوينة زوينة بزاف وكتفرحك كتريحك، وان الله سبحانه وتعالى ما كينساش العباد ديالو اللي كيعطيو، راه كوني اكيده انه ربي غيعطيك في حاجه اخرى وغيعطيك اضعاف مضاعفه. وتقدر مثلا شي حاجه ما غتفهميهاش توقع عليك ولكن غير بفضل ديك الصدقه. ويا ما ناس شي حوايج وقعوا عليهم غير بالصدقه. الصدقه كتبعد الاذى بالدرجه الاولى. وشحال من الناس يعني شفتهم يعني ما عرفتش عندكم نتوما شي قصص على الصدقه كتبعد الاذى، والله حتى كتبعد الاذى. جربوها وتفكروني واعطيو من قلبكم وبواحد النية ان الله سبحانه وتعالى غيعطيكم اضعاف مضاعفه وغيرجع لكم داكشي اللي عطيتو، غيرجع لكم خير وبركه وسعاده ان شاء الله في الحياه ديالكم. النقطة الموالية اللي غادي نهضروا عليها وهي غتكون آخر نقطة باش غنساليو البودكاست. دائما دائما حافظي على النظافة ديالك والروائح الجميلة. بخور بارفان، خصكم تعرفوا ان طاقه لي بارفان ولا اي ريحه زوينه وريحه طيبه كيف ما كانت راه كتعلي هرمون السعاده وكتخليك يعني في واحد المود زوين 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 بزاف.
فلهذا خذوا دي بارفان. يعني انا ما عرفتش، يعني كاينين شي بنات ما كيبغيوش يرشوا لي بارفان في الزنقه وهذا، يعني كل وحده حره على حسب هي المنظور ديالها والشخصيه ديالها، ولكن الريحه الزوينه، البخور، شي حاجه طيبه، الروايح الزوينين ولا الطيب بشكل عام راه كيخلينا في واحد في واحد الحاله عقليه زوينه زوينه بزاف، حتى هرمون السعاده كيطلع. وبالتالي يعني دائما حيطوا براسكم بالرويحه الزوينه. انا من عشاق لي بارفان وكنموت على لي بارفان لانهم فريمون كيعاونوني، وكنحس براسي يعني في واحد المود زوين 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 بزاف. فدائما يعني كاينين دي بارفان، مثلا عندي واحد لو بارفان دائما كيفرحني، كنبغي نديرو ملي كنحس براسي المود، يعني ماشي هو هذاك راكم عارفين، يعني حنا البنات اون جينيرال كل نهار والمود ديالو، ولكن كنحس براسي غادي واقيلا هذا النهار راني ماشي هي هذيك، والله الا كنمشي كنرش منه كنشمو يعني بكل الجوارح ديالي، والله الا كيبدل لي المود 180 درجه. فلهذا دائما خليو راسكم سراوندد بالريحه الزوينه، محاطين بالريحه الزوينه، بخور، بارفان، يعني غير هذوك البادي ميست هذوك اللي كيطرشوا مثلا لي بغيم، غير هو تكون كاليتي زوينه، ما بغيكم تبعدوا على داكشي الصناعي ما امكن. كاينين واحد لي بارفان هذوك كيتسموا غير الكولونيا، يعني هذيك غير كترشيها يعني في الحويجات ديالك في البادي ديالك، ما كيكونش عندهم تاثير خايب، ولكن فريمون كيخليوك في واحد المود واعر واعر وزوين زوين 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 بزاف. وصلت النهايه ديال البودكاست، نتمنى يكون بودكاست خفيف ظريف على قلوبكم وعطيتكم الزبده كما العاده. موضوع زوين لانه حنا في حاجه السعاده، ونبغيكم تكونوا دائما فرحانين، ويا ربي كاملين نكونوا فرحانين ان شاء الله، ونوصلوا الاهداف ديالنا، ونبقاو يعني يدوم علينا الفرحه، لانه الفرحه كما قلت لكم في الاول ديال البودكاست راها قرارك بالدرجه الاولى، انت اللي كتختاري واش تكوني فرحانه ولا تكوني كئيبه. ما نبعدوش على الجانب الديني، ما نبعدوش على الله، لانه هذه القضيه هذه بزاف ديال الناس كيقولوا يعني السبب ديال ما عرفتش مالي وقلا غندخل في ديبرسيون، غندخل في هذه وغندخل في هذه. كنبعدوا على الله سبحانه وتعالى كنترونو. فلهذا خليك دائما قريبه، حاولي ما قدرتيش اليوم حاولي غدا، وحاولي بعدو، المهم ما تيأسيش من رحمه الله سبحانه وتعالى. بي بوزيتيف، كوني فرحانه، كوني سعيده، ما تستخسريش على راسك اي حاجه اللي غتفرحك. بي هابي وبي بوزيتيف، وكوني انثى بكل ما لكلمه من معنى. نتلاقاو فين؟ نتلاقاو في بودكاست جاي ان شاء الله. السلام عليكم.